أسعد الله صباحكم بكل خير متابعين قناة الحقيقة مع بدران. أهلا بحضراتكم، عودة مرة أخرى لحضراتكم عن الوضع السوداني. بصراحة يعني النهاردة الخميس 6 صباحا، أنا متابع لكل المواقع ولكل القنوات الإعلامية والقنوات العالمية عن موضوع السودان وعن موضوع القوات المصرية أو الجنود المصريين المحتجزين لدى قوات القوات السودانية، اللي هي قوات الانتشار السريع السودانية، الوضع اللي حضراتكم عارفينه. وطبعا في أخبار كتير جدا بتتردد بقالها فترة، ولكن أنا ما بحاولش إن أنا آخد خبر إلا أما أشوفه في أكتر من موقع أو أكتر من جريدة أو مقال وأكد صحة هذا الخبر. من فترة طلع أخبار قالت إن في جندي مصري أصيب من ضمن القوات اللي كانت موجودة، وعلى أثر هذه الإصابة تم بتر ساقه وتوفى أو مات. بعد كده أخبار بتكذب أخبار، ولكن في الحقيقة الحمد لله رب العالمين عودة الجنود المصريين إلى أرض الوطن. ده حقيقة، لما أقول لحضرتك رجعوا خد كلامي ثقة. عودة الجنود المصريين إلى أرض الوطن، وعودتهم كانت طبعا بطريقة، يعني بعملية، مش بعملية عسكرية، عملية استخباراتية قادتها المخابرات العامة، ولكن كان برفقة هذه العناصر المخابراتية قوات عسكرية، قوات خاصة عسكرية، وسافرت إلى الخرطوم وأجلت القوات المصرية أو الجنود المصريين ورعايا مصريين آخرون زي طلبة مصريين اللي له الرغبة العودة، تم نقله إلى القاهرة أو إلى الأراضي المصرية تحديدا. طيب، في احتمال كبير جدا، طبعا هقول لحضراتكم مش عايز أطول برضه، أحاول أختصر. الوضع في السودان وضع سيء جدا. إزاي؟ ما أنتش عارف تتكلم من هناك، كله بيضرب في بعضه. العاصمة النهاردة القتال داير داخل العاصمة الخرطوم. الوضع أسوأ مما نتخيل. مهما أوصف لحضرتك أنا ما عنديش مونتاج، ما أعرفش أنزل فيديوهات على للأحداث دي على قناتي. لكن حقيقة الوضع مؤسف جدا، والخرطوم عبارة عن بركة من الدماء، كله بيموت في بعضه، كلها تفجيرات، الدخان وسحب الدخان تملأ سماء الخرطوم. ما انتش عارف تتكلم مين، لا انت عارف تتكلم بتوع الدعم السريع ولا عارف تتكلم بتوع الجيش، والبلد في حالة انفلات تام وقتال في جميع أنحاء السودان وخاصة الخرطوم. عموما هقول لحضراتكم عملية نقل القوات أو نقل الجنود المصريين تمت إزاي. أعلنت الدعم السريع، قوات الدعم السريع، إن هي النهاردة ظهرا إن هي هتنقل القوات المصرية إلى الخرطوم. يعني برضو ده شيء يثير الجدل والاستعجاب أو الاستغراب، إن هي تسيب الوضع اللي هي فيه ده كله وتقوم بنقل الجنود المصريين إلى الخرطوم. وهناك سافرت طائرات مصرية، الطائرة السي 130 اللي هي طائرة نقل الركاب، اللي هي السي 130 أو السي 130 العسكرية، وكان برفقتها مقاتلات مصرية إلى الخرطوم لاستلام وعودة المصريين المحتجزين اللي هم الجنود المصريين. طيب، عايز اقول لحضراتكم ان الوضع ما كانش بالسهولة اللي احنا كنا متصورينها، لان ما انتش عارف يتكلم حد، وكان الكلام من المغرضين والناس فارغي المعلومات اللي مش فاهمين حاجة. كانوا ياما شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات اللي نزلوها للمصريين، وكان كل واحد يتكلم يقول لك العساكر بتوعكم رجعوا ولا لسه. هقول لحضرتك على حاجة. اولا اليابان احتمال تتدخل عسكريا في السودان. ليه؟ مش عارفة تجلي رعاياها، مش عارفة تكلم حد،
فوزارة الدفاع اليابانية تريد إخلاء رعاياها من اليابان، فبتخطط للقيام بعملية عسكرية لإجلاء أو إخلاء رعاياها من السودان. ثانيا، أنت عندك أمريكا نفسها، الدبلوماسيين الأمريكان أطلق عليهم بالأمس أكثر من 100 رصاصة، والخارجية الأمريكية تحدثت، وأنا قلتها في التسجيل السابق ليا، مع قوات الدعم السريع ومع الجيش بتوخي الحيطة والحذر والحفاظ على أرواح الدبلوماسيين والأمريكان. عندك ألمانيا مش عارفة تخلي رعاياها، ده حقيقة. طيب، اليابان قالت لك هعمل عملية عسكرية، بيخططوا للقيام بعملية عسكرية. فحتة إن مصر ترجع الجنود بتوعها ورعاياها من طلبة ومهندسين وعاملين أو موظفين داخل السودان في ظل هذا الوضع والتوقيت، إذن هي عملية ناجحة. المخابرات العامة المصرية هي من تولت هذا الملف، وكان برفقة الطائرات والمقاتلات قوات خاصة مصرية اللي هي الجي اي اس، اللي هي أقوى قوات عسكرية لها مهام خاصة، وبتتحرك بتعليمات من مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل. المخابرات الحربية كان دور فعال. الموضوع كله كان على عاتق المخابرات العامة والمخابرات الحربية، هما من تمكنوا من عودة الجنود المصريين وإخلاءهم من السودان إلى مطار أو إلى قاعدة برنيس المصرية، ثم يقسموا فيما بعد على دفعات إلى داخل مطارات القاهرة، المطارات الحربية، على طيران حربي لباقي مناطق أو مطارات القاهرة. المهم، رجعت الجنود المصريين في ظل وقت حرج جدا، ولكن مصر يشاد لها بالتريث وبالهدوء، وإن مصر ما أصدرتش قرارات أو أخذت قرار تندم عليه فيما بعد، أو هذا القرار يؤثر على مصر عالميا أنها دولة معتدية أو تتدخل في شؤون الغير. مصر كانت هادئة جدا، تخطط وترتب وتحافظ على عدم الانخراط أو الانجرار أو التدخل في شؤون داخلية لدولة مجاورة أو دولة صديقة. طيب، برضو عايز أقول لحضراتكم، قوات فاغنر، القوات الروسية، هناك اتهام للقوات الانقلابية بأنها تدعم أو بدعم أو بموافقة من روسيا، ومن قوات فاغنر التي تؤمنها وتدعمها اللي هي القوات فاغنر الروسية اللي قلت لحضراتكم عليها في إحدى التسجيلات السابقة لي، إنها موجودة في السودان بالفعل منذ سنوات من أيام عمر البشير، وتسيطر على مناجم الذهب وتنقلها من السودان إلى سوريا، ومن سوريا إلى روسيا. إذن هناك أصابع الاتهام تشير إلى أن روسيا هي من تدعم القوات الانقلابية اللي هي قوات الانتشار السريع أو الدعم السريع. الوضع متخبط جدا عالميا، الوضع في السودان سيء للغاية، والحرب هتزيد في السودان كل يوم أسوأ. ليه؟ لأن أولا الجيش السوداني أعلن أنه جاله دعم من الوحدات اللي هي خارج الخرطوم، الوحدات العسكرية الخاصة بيه، جاله دعم كتير جدا. لذلك الحرب هتشتعل الفترة اللي جاية أكتر، وكذلك القوات الانقلابية جالها دعم، ولكن عمره ما يكون بحجم القوات المسلحة، لأن القوات المسلحة هي ما تملك العتاد والقوة والعدة. العدد بين القوتين كعدد أفراد متقارب تماما، ولكن السلاح أو العتاد والعدة والتسليح يختلف تماما. القوات الانقلابية تمتلك أسلحة خفيفة أقصاها رشاشات اللي هي نص بوصة على عربات محملة، أما جيش نظامي هو ما يملك الطائرات والمدرعات والقاذفات
ولذلك يضرب وبقوة، يضرب ويجرح ويؤثر. ولكن القوات نقول اللي هي القوات المتنحرة أو القوات الانقلابية، قوات انقلابية بتتحرك مترجلة على عربات ومترجلها داخل المدن ودخلت داخل المدينة. هذا ما يؤثر على تحركات القوات المسلحة داخل المدن، لأن هنا هيكون إصابات بالغة لسكان عزل ملهمش ذنب في الوضع اللي بيحصل ده. طيران بيضرب، مجنزرات، مدرعات على الأرض، نص بوصة بيضرب من على العربيات، أسلحة آلية وذخائر بكميات هائلة. لذلك هناك إصابات بالغة، والشعب السوداني في وضع سيء جدا. أغلب من 50% من المستشفيات السودانية خارج الخدمة. ليه؟ لأن هم بيقصفوهم. القوات اللي هي الانقلابية الدعم السريع بتقصف قصف عشوائي. لذلك بيقول لك النص أو 50% من المستشفيات السودانية خارج الخدمة. الوضع في السودان سيء للغاية. مهما أوصف لحضراتكم، أنا أكتر من 8 ساعات عمال داخل على القنوات أشوف الوضع إيه والدنيا إيه، عشان أطلع لحضراتك بالآخر بمعلومة مؤكدة وحقيقية ومفيدة. وبأكد لحضرتك إن عودة القوات أو الجنود المصريين إلى قاعدة برنيس العسكرية المصرية. وليه القاعدة دي؟ لأن هي أقرب قاعدة من الحدود السودانية، وبعد كده هيتحركوا على مجموعات إلى داخل مطارات مصر. الحمد لله على السلامة. لا للشامتين، يا ريت نختشي. ودي مصر، ده أم الدنيا. أمريكا مش عارفة تخلي رعاياها. تقول لي هقول لك حقيقي. أنتوني بلينكون وزير الخارجية الأمريكي كلم امبارح بتاع الدعم السريع اللي هو حميدتي، قال له الحفاظ على أرواح الدبلوماسيين لأنهم أطلقوا عليهم نيران. ألمانيا تقول لك عاجزة إن هي تخلي رعاياها. اليابان قالت لك أنا هعمل عملية عسكرية، ومن المتوقع. الوضع سيء. حفظ الله أهل السودان والشعب السوداني، وإن شاء الله يحيينا ويحييكم الله، وننقل لحضراتكم تطورات الوضع. وأتمنى إن إحنا التسجيل الجاي نقول هدأت الأمور، ونقول إن هم توصلوا إلى وقف أو اتفاق، وقف إطلاق النار أو اتفاق أو هدنة حقنا للدماء. أشكركم والحمد لله على السلامة. وهي دي مصر أم الدنيا، بدون رصاصة واحدة وبدون صاروخ واحد يطلع من مصر أو طلعات جوية ويقول لك المجهولة. لم يحدث ذلك. ارجع للفيديو السابق تعرف الحقيقة. شكرا. السلام عليكم.